أمنية موجود شلون بعد زين؟ توقعاتك أشرف المباراة، توقع. اولا تمني للمنتخب القطري وتوقع المنتخب القطري، لانه عندي الثقه الكامله انه سيظهر بافضل وجه ممكن، يعلم بانه مدعم من كل الجماهير العربيه. ورساله اخرى مره اخرى، الله يخليكم للجماهير القطريه والجماهير العربيه، كل من سيحضر الى الملعب عندكم مسؤوليه، عندكم مسؤوليه من اللحظه الاولى للحظه الاخيره، حتى لو كانت الدقائق صعبه يجب الوقوف مع المنتخب القطري حتى اخر نفس، اخر نفس. شكرا. ليث حسين. ليث نوبيري. شو اسوي؟ توقع من الخوف سرحان. ان شاء الله تكون مباراة ان شاء الله عليكم ممتعة. ان شاء الله المنتخب الايراني يقدم مباراة قوية. طبعا اتمنى المنتخب الايراني ان شاء الله يصعد للنهائي. ما طلع كلام. خايف ناشئ. جمال مجاسم ان شاء الله باكر كأمنية ان شاء الله، امنية وان شاء الله بعد ان الفوز حق المنتخب القطري مثل ما ذكر اخوي اشرف. اتمنى الحضور الجماهيري من قبل المباراة بساعة ونص داخل الملعب، لان الكل عارف باكر الجمهور الايراني راح يحضر مبكر، فمثل ما ذكرنا بالبداية ان الحضور الجماهيري ويعطي اللاعب دافع من البداية وقت التسخين. فاتمنى باكر اهم شيء الحضور الجماهيري وان شاء الله، وامنية توقع فوز قطر ان شاء الله. عصام. ان شاء الله وبعون الله وتوفيق ربنا، بعون الله فوز ان شاء الله المنتخب القطري. نشأت. يعني اكيد راح تكون مباراه مو سهله للطرفين. انا ما اعتقد المباراه راح تخلص بال90 دقيقه ولا حتى في الاشواط الاضافيه. اعتقد راح يكون دور كبير لمعتز مشعل برشم، مثل ما كان بطل في المباراه السابقه. طبعا اكيد احنا عندنا اصدقاء كثر في ايران، لكنه كامنيات يعني اتمنى منتخب قطر انه يحصل على المباراه ان شاء الله. عثمان. ان شاء الله قطر يعيد ذاكرته في المباراه السابقه، لأن المنتخب الاوزبكي باعتقادي نسخ من النسخ الايرانيه كمثال كروي. باعتقادي المنتخب الاوزبكي لسه عنده سرعه اكثر، فان شاء الله يقدر يتفوق المنتخب القطري باذن رب العالمين بكره. خالد. باذن الله قطر. جمال. خالد، طبعا امنياتنا تسبق توقعاتنا بالنسبه لها المباراه. اتمنى اني اشوف منتخب قطر بنفس شخصيه اول 25 دقيقه مباراه اوزبكستان. ما اتمنى اشوف اللحظات اللي شفتها في الشوط الثاني، كان في شيء نوع من الاستسلام. هاي اللحظات ما ابغى اشوفها. باذن الله تعالى اذا الفريق مشى بنفس بدايه المباراه اوزبكستان ان شاء الله متوفق في مباراه باكر. عبد الله. خالد، اعتقد ان احنا عندنا 7 فوز 2019، 5 فوز 23 24. الفوز رقم 13 اللي هو السادس بكره، انا اتصور هو الفوز المهم في هذه البطوله. الفوز رقم 6 بكره مع ايران راح تكون له فرحه عارمه، يعني اقوى من الفرحه الاولانيه، لسبب اني انا راح العب امام جمهوري وارضي وامام القياده العليا. اليوم شفنا فرحه اخواننا الاردنيين، والكل هنا اعتقد وكل الشعوب العربيه فرحت بفوز المنتخب الاردني. انا اتصور بكره الفرحه راح تكتمل وباذن الله، وراح يكون الكلمه العليا لشباب منتخبنا العنابي، وموفقين باذن الله. تدخلون الملعب وتحطون نصب عيونكم الفوز وفقط، مثل ما قال مدربنا اليوم، قال لن افكر في ركلات الترجيح. اذا القدره والثقه الكبيره في المدرب باذن الله راح تترجمونها انتم بكره وتفرحون الشعوب العربيه كلها وليس الشعب القطري. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. سعود. بكره خالد ان شاء الله باذن الله لاعبينكم ان شاء الله لهم الكلمه، ان شاء الله اللي بيفرحونا مثل ما فرحونا المنتخب الاردني اليوم، ونفس ما قدموا المستوى في المباراه اللي مضت. بس كل رجاء ان بكره ضبط النفس والاعصاب، خاصه من الكابتن اكرم عفيفي. المنتخب الايراني وايد شرس ويعتمدون على الضرب ويحاولون ان ينرفزون اللاعبين.
فارجوك كل الرجاء ان تمسك اعصابك بقدر ما تستطيع وتحط حرتك ان شاء الله في قولهم، ونبي ان شاء الله بكره تفرحنا وتجيب لنا الجمهور انت والمعز بتجيبونهم لنا ان شاء الله في الاستديو باذن الله. يعطيك العافيه. الله يوفقكم ان شاء الله. ملاحظه اكرم عفيف. اكرم عفيف سوري. جزاك الله خير. من الحماس. ولا يهمك انا جاي عشان شي قلت لك. عسى الله يسلمك. انا اعرف لو جمال ما سامحته بس انت انا. طيب ناخذ فاصل ونتواصل، لكن الفاصل الاخير.